لو كنت زمان فكرت في موضوع معين وأخدت فيه قرار وكنت وقتها مقتنع بقرارك ده جدا، وعدى الوقت والموضوع بالنسبة لك انتهى، وجيت النهاردة قررت انك تفكر في نفس الموضوع تاني وتعيد التفكير فيه من جديد، اللي هتكتشفه انك هتلاقي نفسك بتفكر بشكل مختلف وبتاخد قرار مختلف تماما عن القرار اللي انت أخدته قبل كده. تفتكر ده ليه حصل؟ السبب هتعرفه النهاردة في كتاب Think Again أو فكر مرة أخرى لمؤلفه البروفيسور في علم النفس والإدارة آدم جرانت. سنة 1949 حصل حريق في إحدى الغابات الأمريكية، وكان المعتاد وقتها في النوع ده من الحرايق إن كان في فريق إطفاء بيتم إنزالهم بالباراشوت على حدود الحرايق بمسافة بسيطة، وده عشان يحاصروا الحريق ويمنعوه من الانتشار. وبالفعل تم إنزال فرقة إطفاء مكونة من 15 فرد، لكن المفاجأة اللي اكتشفوها أول ما نزلوا إن الحريق ضخم جدا وكان أكبر من توقعاتهم وإمكانياتهم، والأخطر هو وجودهم أصلا في المنطقة دي، لدرجة إنهم كانوا شايفين النار من مسافة بعيدة وهي جاية عليهم بسرعة كبيرة جدا، بسرعة مش هتخليهم يلحقوا يهربوا أو حتى يستخبوا في أي مكان. لكن في وسط كل الأحداث دي لاحظوا حاجة غريبة. واحد منهم ابتدى يولع النار في الحشائش والأشجار الجافة اللي حواليه، وفضل ينادي عليهم علشان يجوا يساعدوه في اللي هو بيعمله، لكن طبعا اتهموه وقتها بالجنون. وبيني وبينك عندهم حق، بقى احنا جايين عشان نطفي النار وانت جاي تولعها؟ وكان رد فعلهم طبيعي، وهو انهم طبعا سابوه وهربوا. اللي الراجل عمله هو انه كان بيحاول ينقذ حياته بس بشكل غير تقليدي في التفكير. افتعل حريق في مساحة صغيرة وقدر انه يسيطر عليها ويطفيها لحد ما تحولت رماد، وقعد في وسطها مستني الحريق. ولما النار قربت منه ما لقيتش حاجة تحرقها علشان توصله، والنتيجة ان كل زمايله اللي هربوا ماتوا وهو كان الناجي الوحيد. في المواقف الخطرة اللي زي دي، اللي بيتحكم في عقل الإنسان بالفطرة هو سيستم 1 اللي بيخليك بشكل لا إرادي تهرب من الخطر وتبعد عنه، لكن هو قدر في الموقف ده يتحكم في الجزء التحليلي في عقله الخاص بسيستم 2، واللي مفروض مش بيشتغل في الظروف الخطرة اللي زي دي. المنطق بيقول إنك لو نازل تطفي حريق أكيد مش هتولع حريق تاني، لكن هو ده اللي أنقذ حياته. الكاتب بيقول إن التصرف ده كان عمره ما هيحصل إلا إذا كان الشخص ده عنده حاجة اسمها mental agility أو الرشاقة العقلية. أي شخص بيخاف إنه يرجع يفكر في الحاجة اللي أخد فيها قرار قبل كده، لأن الأسهل إننا نفضل متعلقين بالأفكار القديمة من إننا نتقبل أفكار جديدة، وده بسبب الخوف من التغيير أو الخروج من منطقة الراحة، أو إن الناس أصلا مش هتقتنع بكلامنا. الشخص اللي طلب من زمايله إنهم يجوا يولعوا النار معاه فشل في إنه يقنعهم بإعادة التفكير. إعادة التفكير مش محتاجة حد ذكي عشان يطبقها، بس هي محتاجة تمرين وتدريب عشان تبقى مهارة زي أي مهارة بتتعلمها، أو إن الظروف هي اللي تجبرك إنك تعمل كده. اللي كنا نعرفه إن مكان تلقي العلم هي المدارس والجامعات، ومكان العمل هي الشركات والهيئات والمؤسسات، وإن أماكن الرعاية الصحية هي المستشفيات والوحدات الصحية. وأعتقد إن محدش هيختلف معايا في الكلام ده. لكن جه فيروس كورونا وخلانا نضطر نعمل إعادة تفكير. اكتشفنا إن التدريس ممكن يستمر في البيت عن طريق الأونلاين من غير ما الطالب يضطر ينزل من بيته، وإن كل الشركات اتبعت نظام العمل من المنزل، وده وفر للشركات مصاريف وتكاليف كتيرة جدا كان بيدفعوها للموظفين. وكمان اكتشفنا إن المستشفيات واحتكاك المرضى ببعضهم ممكن يتسبب في انتشار العدوى، وبقى البيت هو المكان الآمن للسيطرة على جائحة كورونا. في العالم اللي احنا بنعيشه دلوقتي كمية المعلومات اللي بناخدها عمالة تتضاعف بشكل جنوني. يعني في الطب مثلا كمية المعلومات والأبحاث اللي كانت سنة 1950 محتاجة 50 سنة علشان تتضاعف، وفي سنة 1980 كانت محتاجة 7 سنين بس، وفي 2010 المعلومات والأبحاث بتتضاعف كل 3 سنين، والوتيرة عمالة بتزيد. الكاتب بيقول إن جوه كل إنسان مننا في عقله 3 شخصيات مختلفة. الشخصية الأولى الواعظ. عقلية الواعظ بتشتغل لما نكون خايفين على معتقداتنا اللي بنؤمن بيها، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها وبقت من الثوابت جوانا، ولما حد يقرب منها عقلية الواعظ هي اللي بتدافع عنها وتحميها. الشخصية التانية المدعي. عقلية المدعي بتظهر لما نشوف حد بيعمل حاجة غلط ونبدأ نناقشه ونهاجمه علشان نثبت لنفسنا إننا على حق وهو على باطل. الشخصية الثالثة السياسي، وهو إنك تكون بتحاول ترضي مجموعة معينة، والمجموعة دي ممكن تكون أهلك أو أصدقائك أو حتى زملائك في العمل. والمشكلة هنا إنك ممكن تغرق في ال3 شخصيات دول، والنتيجة
متمسك بآرائك حتى لو كانت غلط، شايف نفسك انت بس اللي صح واللي قدامك مش بيفهم، بترضي كل الناس وتسمع لكلامهم لدرجة انك بتلغي رأيك وشخصيتك. آدم جراند بيقول ان لازم تكون عندك عقلية رابعة، وهي عقلية العالم. العالم دايما بيتأكد من صحة كل معلومة يعرفها، وبيكون عنده فضول انه يعرف الحاجات اللي ما يعرفهاش، ودايما بيحدث معلوماته اول باول من خلال الدراسة اللي بيعملها لأي موضوع. ودي العقلية الرابعة اللي هتغير طريقة تفكيرك. النهاردة هتطلع بدورتين مهمين جدا، دورة إعادة التفكير ودورة الثقة المفرطة. دورة إعادة التفكير إنك تعرف اللي أنت مش عارفه، يعني ممكن نعمل لستة طويلة عن الحاجات اللي إحنا مش عارفينها. لما تكتشف الحاجات اللي ما تعرفهاش هيكون عندك فضول إنك تعرفها، وده اللي هيوديك للتواضع الفكري. أما دورة الثقة المفرطة ممكن تحس إنك فاهم كل حاجة، ووقتها هتحس بالفخر والثقة المفرطة اللي هتوصلك للقناعة، وده اللي هيخليك ما تشوفش نقاط الضعف اللي فيك والفراغات الكتيرة اللي موجودة في تفكيرك. وأقرب مثال مايك لازاردس، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري، وده كان الموبايل الأكثر شهرة في أواخر التسعينات، واللي منتجاته اجتاحت السوق بسبب ميزة البي بي ام أو البلاك بيري ماسنجر، واللي كانت وسيلة التواصل الوحيدة وقتها قبل ظهور الواتساب. مايك لازاردس دخل في دائرة الثقة المفرطة، وكان فخور جدا بالإنجاز اللي عمله، الفخر اللي اتحول بعد كده لقناعة، واللي خلاهم يشوفوا ان الكيبورد افضل بكتير من التاتش سكرين، وده اللي رجعهم سنين لورا. وده اللي خلى شركة ابل اللي كانت على وشك الافلاس وقتها انها توصل لابل اللي احنا نعرفها دلوقتي، واللي الشعار بتاعها كان Think Different. اللي عايز اقوله ان لعنة المعرفة بتقفل تفكيرنا عن الحاجات اللي مش عارفينها، واللي لازم نعرفه ان كل حاجة فينا بتتغير، ثقافتنا ومهاراتنا ووجهة نظرنا، حتى ذوقنا بيتغير. جرب كده وفكر في اللي انت فكرت فيه زمان، هتلاقيك النهاردة بتفكر فيه بشكل مختلف، وممكن كمان تنتقد الطريقة اللي كنت بتفكر بيها قبل كده. وبس كده، بتمنى تكون استفدت ولو بحاجة بسيطة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان ده بيوصله لأكبر عدد من الناس، وكمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت أكيد هتلاقي حاجات تهمك. وفي النهاية بشكرك على وقتك الغالي.